السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد. طريقة النهاردة ازاي تقدم طلب مراجعة لتحقيق الربح من الفيسبوك على الريلز والنجوم. وطبعا فيسبوك عملت اليومين دول الناس بتشتكي، بتقولك الاعلانات توقفت وتحقيق الربح من الاعلانات متظهرش والربح قليل والكلام دون. هي الفيسبوك طبعا كانت عامله تحقيق الربح على الريلز دي الفتره اللي فاتت بالبونص، فيعني ممكن يجي له ماده معينه لو انت ما ضفتش حسابك البنكي خلاص بتروح عليك وملهاش اي تعويض. وطبعا الفيسبوك اطلقت طبعا الاعلانات هتظهر رسميا، وتحقيق الربح هيبقى رسميا على الفيسبوك والريلز والكلام دون. هيبقى الاعلان يظهر اللي هو الخط زي يوتيوب بالظبط من يوم 25 ان شاء الله القادم. هيبدأ ان تتحقق الاعلانات تبقى حاجة رسمية على الفيسبوك زيها زي اي منصة تانية. هي زي كانت على ريز الفترة اللي فاتت دي بالبونص، يعني بتديك زي اعلانات بتظهر عشوائية كده، مفيهاش تخطي ولا كلام من دون. زي ما قلنا الاعلانات على الريلز كانت شغاله عشوائي الفتره اللي فاتت دي، وناس بيقول لك ما تظهرش وكلام من دون. فما عليك من الكلام دون، انت ضيف حسابك بنكي اليدوي، او ما لقيتش حساب بنكي ما تضافش معاك وصعب عليك انه يتضاف، روح البنك يجيب السويفت والحساب الدولي وما تضافش برضه معاك. فاحسن لك تربطه بحساب باي بال، وتكون رابط فيزا ايزي باي على حسابك الباي بال وخلاص كده. اي طلبت معاك طريقة الدفع وخلاص على كده. وطبعا انت علشان تكمل كل الخطوات دي لازم تكمل الخطوات اللي هي في الملف الشخصي عندك على الفيس، وبتضيف صورة الغلاف والكلام دون، وتكمل كل الخطوات وتضيف روابط لقناتك للمواقع والكلام دون، وخلاص تبدأ ان ايه تظبط معاك. في البداية هتروح على الفيسبوك، تفتح الفيسبوك، وبعد كده هتروح على الاعدادات اللي هي بتاعت الفيسبوك. هتخش على اللوح الاحترافي. اللوح الاحترافي طبعا بتكون مفعل الوضع الاحترافي علشان تقدر تحقق الربح من الفيسبوك اولا يعني. وبعد كده تخش اللوح الاحترافي زي ما قلنا بعد ما تعمل تسجيل دخول على، وتخش على اللوح الاحترافي. هتنزل تحت هتلاقي التوصية بالملف الشخصي، هتضغط عليها وتختار التحقيق الربح. وبعد كده طبعا هتخش هتعمل مراجعة، هتقدم طلب مراجعة، هتلاقي كلمة مراجعة هتضغط عليها. طبعا هم راجعوا قناتك وهيجي لك رسالة على الايميل انه تحقق الربح من الريلز والنجوم. ولو انت جاهز للاعلانات المضمنة في المنصة هتتقبل ان شاء الله وخلاص. بس لو انت ما عندكش حاجه فيديوهات عليها حقوق وبتاع، فطبعا بيجي لك شعار اساسا ان انت لو فيديو عندك عليه حقوق طبعا بيقول لك لا يمكن تحقيق الربح منه او كده. فانصحك ما تستخدمش برضو الاصوات اللي هي في الريلز اللي بتبقى في مقاطع على الفيسبوك نفسه، لان دي برضو بيبقى عليها حقوق. بتستخدم طبعا من المكتبة الفيسبوك، او من اللي هي مصرحة بها يعني، او بتعمل فيديوهات انت مثلا فيديوهات انت تعتمد على نفسك ان تكون بتتكلم فيها، بتكون بتصور انت حاجة مهمة حاجة مختلفة، حاجة تكون فيها يعني جذبا يعني حاجة هادفة علشان توصل لمستويات. هو الفيس بيبقى فيه ثلاث مستويات، وبرضه كل ما ترفع فيديوهات بيبقى يعني بيديك في نظام زي يعني جوائز كبرى كده اللي هي الكاس دي والكلام دون. ده طبعا لما حسابك بيعدي ان شاء الله ويكون خلاص يعني حققت مستوى عالي. زي ما قلنا الشغل الفترة الجاية هيبقى كله من على استوديو من شيء المحتوى فيسبوك. تقدر تعمل كل حاجة من عليه وتقدم طلبات وكل حاجة، وتقدر انك تقدم طلب برضو من خلال الفيسبوك اللي هو مراجعة تحقيق الربح من الريلز والنجوم والكلام دون. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو دون وتدعمونا متابعة علشان نستمر في الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عشان اقدم طلب مراجعة اي ميزة عندي وصلت اليها لتحقيق الربح، وليكن ميزة النجوم او المناسبات على الانترنت او تفعيل الارباح من الاعلانات المضمنة في المحتوى نفسه. تمام، بتأكد طبعا ان انا على الصفحة نفسها من هنا كده. طبعا انا موجود على الصفحة هي بعد ما بسجل دخول بحساب فيسبوك، بتأكد من الصفحة اللي انا عايز افعل اقدم طلب عليها لتحقيق الربح. طبعا اول ما بتفتح الصفحه كده يبقى هنا عندك عرض لوحه المعلومات دي، طبعا بتوصلك الى تقديم الطلب. وهنا في برضو لو ضغطت على الصوره دي برضو بتلاقي حاجه صفحيا، وتلاقي عندك هنا اداره، بضغط عليها. لو ضغطت على اداره بتدخلني طبعا على الصفحه اللي فيها لوحه المعلومات والكلام دون، الصفحه المعلومات الاحترافي، لوحة المعلومات الاحترافي. طبعا دي بتلاقي فيها التوصية بالملف الشخصي، وهنا الوصول إلى الصفحة لو أنت عايز تضيف شخص مسؤولا في إدارة الصفحة، أو شخص يعني يديرها محدود، إدارة محدودة. أو هنا تحقيق الأرباح، وهنا العوائد بتاعتك، وهنا مركز الإعلان يعني، وهنا عرض المزيد، وهنا دليل الصفحات الجديدة، المزيد من مساعدة الأعمال لو انت عندك مشكلة ولا اي حاجة. طيب احنا كل اللي يهمنا هنا الملف، توصيل بالملف الشخصي. تمام، هو هي دي الاختيار اللي احنا هنقدم الطلب منه. فليكن انا يعني رجعت خالص اهون بره خالص، برضو بخش على عرض لوحة المعلومات، بضغط عليها. هي نفس بتدخلني برضو على نفس اللوحة، او بضغط على الصورة، بنزل تحت شوية، بروح على التوصيل بالملف الشخصي، وبكبس عليها بالشكل دون. هنا بيقول لك طيب التوصية بالصفحة. تمام، يمكن التوصية بها، نحن نساعدك على زيادة جمهورك الآن. صفحات مثل صفحتك تعمل على تقارير المسافات. كاتب لك شوية حاجات كده، محتوى موصي به، والحاجات دي لا تنتهك لا يوجد انتهاكات في الصفحة. تمام، انت كده تمام. بتروح ضغط هنا لو جودة الصفحة بتضغط عليها. تمام زي كده. هنا طبعا دي مشاكل برضو بتبقى قديمة، يعني بيقول لك قام هذا الشخص هذا بمشاركة عنصر محتوى بواسطة الشخص اللي هو رضا، اللي هو أنا، تمام، باسم الصفحة. تنتهك قواعدنا بشأن المحتوى غير المهم. طب ما علينا، دي حاجات قديمة قوي. تمام، كل اللي يهمني أنا عايز إيه، مراجعة الحالة هي. تمام، لو ضغطنا عليها كده عندك الحالة ما فيهاش اي حاجة ان شاء الله هي تمام. يوجد انتهاكات بالصفحة، يبقى انت كده تمام، عمل رائع. يقول لك تحفظ صفحتك على تقييم تقديم محتوى. حافظ صفحتك على تقديم محتوى آمن للمجتمع، شاكر. وكده انت في السليم. كل اللي يهمني عشان اقدم طلب بقى بضغط على تحقيق الربح. كل الميزات اللي هي انت وصلت بها في الشروط هتظهر لك في الصفحه دي. يعني عندي هنا طبعا انا وصلت النجوم، هنا بقول لك يمكن ربح المال من النجوم. وهنا بقول لك من هنا بقول لك المناسبات المدفوعه على الانترنت، يعني لما بتعمل مناسبه بتشير اي مناسبه عندك، مثلا عندي مناسبه يوم كذا وبتشيرها. تمام، فبرضو ممكن ان التأمين برضو يبعتوا لك زي الماسات كده او النجوم او الحاجات زي كده. تمام، من المسابقات دي يبعتوا لك برضو ايه، حاجات برضو بتقدر تستبدلها وتحولها لفلوس وكده، يعني حوار كبير يعني. تمام، الكل يهمنا انا عايز اقدم طلب عشان افعل الحاجات دي ويتراجع والكلام دون ويتقبل والكلام دون، ويبقى شغال صح، واضيف حسابات بقى واستلام وكلام من ده وطريقة دفع وحاجات زي كده. فبضغط على طلب المراجعة وبضغط عليها اخري. تمام، وبضغط هنا بقول لك كاتب لك شوية يعني ارتكاب صفحتك بانتهاكات تتعلق بتحقيق الأرباح يمكن يؤثر يعني شوية حاجات كده، وتدوس على كل الحاجات دي. تمام، عشان ما تطولش الموضوع معاكم الشرح يعني. لقد قرأت وفهمت قواعد فيسبوك الخاص بتحقيق الربح. بضغط على علم على الاختيار ده، وبدوس على طلب المراجعة بالشكل دون.
هنا بقول لك مراجعة طلبك المرسل، تم الطلب مراجعة أجل تابلوها مباشر، سيتم إرسال شعار إليك بعد اكتمال المراجعة وعادة ما يتم ذلك خلال يوم عمل إلى 3 أيام عمل. تمام وخلاص كده. يا ريت يكون الشرح نال إعجابكم، ما تنسوش تعملوا لايك ومشاركة وتابعونا صفحتنا برضو، أو تابعونا على اليوتيوب وعلى المنصات الأخرى إن شاء الله عشان نقدم لكم الجديد. ونلقاكم في شرح قادم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.